ايه اكتر حاجه بتضايقك في سواق الميكروباصات؟ سواق الميكروباص اهو انسان لزج ومتحرش، والله متحرش، والله العظيم انسان متحرش. اولا اللغه، لغتهم زي الزفت، طريقتهم وكلامهم واسلوبهم، الفاظهم البذيئه. هم يكونوا معظمهم مدخنين، معظمهم بيشغلوا الكاسيت بصوت عالي. لما تيجي تركب قدام يقول لك لا خلاص قدامه، تيجي واحده تركب يروح مركبها. والله متحرش، والله العظيم انسان متحرش. اللي هو اول ما انزل يقوم طاير حتى لو انا لسه ما نزلتش. اسلوبهم في التعامل مع المواطن ومع الجمهور زي الزفت. ممكن السواق يحاسبك باجره اقل من الاجره بتاع، يعني بالنهار الصبح يحاسبك باجره عاديه، يجي بالليل يحاسبك باجره اكتر، بيستغل الوقت. الكاسيت دايما عالي والسماعات عاليه. المواطن اللي رايح من الجيزه المرتيه عليه انه يدفع الاجره 3 مرات، وده حرام طبعا. مره الهدوم بتاعتي شبكت في البتاع، خدني وكمل الشارع عادي. والله متحرش، والله العظيم انسان متحرش. يقطعوا الطريق، ما بيكملش طريقه للنهايه. طول ما هو ماشي ايده على الكلاكس، طول ما هو ماشي تيت ايده على الكلاكس. اللي بيسوق السواق ايه ده اللي احنا ايه ده؟ احنا فين؟ احنا بقينا ايه؟ احنا رايحين فين يا جماعه؟